رسالة لكل الأهلاوية، الأهلي الأفضل في مباراة الإياب في كازابلانكا، وأي أهلاوي وأي واحد مش فاهم كورة قصدي زملكاوي هيجي يقول لك الوداد أفضل في مباراة الإياب، أحب أقول له إن الأهلي كسبان هنا 2-1 ورايحين مرتاحين، حتى لو حصل تعادل هنرفع الكاس، زي ماتش الرجاء في استاد محمد الخامس برضه كان الجمهور 60,000 وفي ربع النهائي، ولو خسرنا برضه بفارق هدف هنرفع الكاس، ولو خسرنا 2-1 نلعب ضربات جزاء، والحارس بتاعهم شوربة في الكور اللي متشاط عليه من بره وفي ضربات الجزاء، وإحنا الأفضل والأقرب، ما تخليش حاجة تخليك تقلق، أنت حرفيا في البطولة دي كنت مهدد كتير جدا إنك تخرج من البطوله دي، ومع ذلك بالجهد والتعب انت في النهائي كسبان هنا في ارضك 2-1. كمان اللعيبه جات لها فرصه من ذهب انها خدت راحه اسبوع بدون لعب لحد يوم الماتش. تعالى بقى اقول لك الحاجات اللي تخليك تطمن كاهلاوي. الاهلي هيسافر كامل الصفوف والحمد لله، مفيش اصابات ولا غيابات، كلنا عارفين ان الاهلي عنده 10 افريقيا منهم 5 بره ارضه، جبنا الكاس من كوتوكو في 82 من الاشانتي، جبنا الكاس من صفاقس في رادس 2006، جبنا الكاس من القطن في 2008 من قلب الكاميرون، وجبنا الكاس من الترجي في تونس في رادس في 2012، وفي 2021 جبنا الكاس برضه من ملعب محمد الخامس. فايه اللي يخليك تقلق؟ كسبان القطن بره وسكور، كسبان الاتحاد المنستيري بره، كسبان الترجي وسكور بره، احنا في البطوله دي جايبين 10 اهداف بره ملعبنا، وده رقم تاريخي ما حققوش حتى الجيل بتاع الخطيب، ولعبت 4 ماتشات بره ارضك ما دخلش فيك ولا جول، وعامل السنه دي اقوى خط هجوم في تاريخك واقوى خط دفاع في تاريخك. بلاش توتر وفيديوهات وبوستات سلبيه الفتره دي بالذات، بلاش تحبط اللعيبه وتضيع تعبهم على الفاضي، الواجب علينا نساندهم ونقف جنبيهم للنهايه زي ما عودناهم، وهم كمان عودونا على الانتصار، وواثقين فيهم جدا وعارفين ان هم قدها وقدود، وعارفين ان عندنا رجاله تسد عين الشمس، وقت الازمات بيكون الراجل ب 100 راجل منهم. انت كاهلاوي ما تخافش، انت عندك رجاله من حديد، احنا اهلاويه ما بنخافش، اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.